ده 300,000 اهلا وسهلا يا جدع والله. اول قرار لكابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن لمعسكر منتخب مصر اللي جاي، قرار يعني جريء وقرار غريب جدا. وتعالوا شوفوا كابتن حسام وكابتن ابراهيم قرروا يعملوا ايه في المعسكر اللي جاي يا جماعه. مبدئيا كده كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن كانوا في اجتماع وقرروا هذا القرار يا جماعه: استدعاء حمزه عبد الكريم مهاجم برشلونه بي لمعسكر منتخب مصر، وهو اللي هيقود هجوم منتخب مصر في الفترة القادمة، وناويين يدوله الفرصة وهيكون موجود مع المنتخب في كأس العالم. مش بس كده، استدعاء محمد عبد المنعم بعد رجوعه من الإصابة لقيادة خط دفاع منتخب مصر في المعسكر القادم وفي الماتشات القادمه والكاس العالم يا جماعه. وقرر كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن ان وديه منتخب مصر القادمه التشكيل هيكون كالاتي: في حراسه المرمى مصطفى شوبير، امامه 2 مدافعين: رامي ربيعه العين الاماراتي، جنبه محمد عبد المنعم نيسي الفرنسي، على اليمين محمد هاني، على الشمال احمد فتوح. في نص الملعب حمدي فتحي الوكرة القطري، وجنبه مروان عطيه الاهلي المصري. امامهم ثالث افضل لعيب في مصر وفي افريقيا امام عاشور. امام عاشور، وركز عشان التشكيل ده هيكون فيه 2 مش موجودين، فيه 2 اساسيين بيلعبوا دايما مع المنتخب قاعدين على الدكه. على اليمين طبعا فخر العرب محمد صلاح لاعب ليفربول، على الشمال عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، مهاجم صريح حمزه عبد الكريم لاعب برشلونه بي. يعني كده خارج التشكيل: احمد السيد زيزو، محمود تريزيجيه، ومصطفى محمد. كل الناس يقولوا في الكومنتات يا جماعه، هل كابتن حسام حسن بالتشكيل ده عنده حق ولا لا؟